في ناس كتير بتربي ولادها إن هم يبقوا رجالة، طبعًا ولادها الولاد يعني أقصد، إن هم يبقوا رجالة بس مع الغريب برّه في الشارع، لكن ما بتعلمهمش أو بتنسى تعلمهم يبقوا رجالة مع إخواتهم البنات ومع أمهم. يعني عايزين نعلم ولادنا يبقوا رجالة جوّه البيت قبل ما يبقوا رجالة برّه البيت، تمام؟ آمم لو عايز ابنك يبقى راجل بجد، لازم يتعلم إزاي يتعامل مع إخواته البنات، تمام؟ ويتعامل كمان مع أمه. ماشي. أول حاجة طبعًا لو هم أكبر منّه يحترمهم، يحترم خصوصيتهم. يعني لو هيدخل عليهم الأوضة ما يفتحش الباب ويخش ويقول أصل دول إخواتي وخلاص. لو مثلًا معاهم أو معاهم صحابهم، ما يدخلش برضك من غير استئذان أو يتدخّل في الكلام معاهم وخلاص ومن غير ما يراعي خصوصياتهم. آآ ما يناديش على أخته في الشارع باسمها، ما يناديش على مامته باسمها. يتكلم معاهم دايمًا بهدوء، يساعدهم، يبقى رحيم بيهم. يعني مثلًا لو ماشيين مع بعض في الشارع علّمه إنه شيل من أختك الحاجة التقيلة، شيل منها أصلًا مش لازم تبقى تقيلة. ولو ماشي مع أمه نفس الكلام، علّمه إنك عشان تبقى راجل لازم تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان بيعمل كده مع زوجاته، تمام. علّمه إن هو يبقى سَنَد ليهم، يبقى رحيم بيهم، يبقى يعني داعم ليهم، يبقى ناصح أمين ليهم، تمام. علّمه إنه يخاف عليهم على عرضهم، يعني علّمه إنه يبقى عنده نخوة، تمام. مثلًا لو الباب خبّط وهو موجود في البيت، ما يسيبش إخواته هم اللي يفتحوا، إخواته البنات، لأ، يقوم هو اللي يفتح. أنا في مرة كنت داخل يعني رايح أخبّط عند حد في شغل يعني. لقيت الولد بيقول مين؟ فباقول له: "أنا مستر إسلام." فلقيته بيقول له: "قوم يا بنت افتحي." الولد ده كان في خامسة ابتدائي وأخته في إعدادي، فاللي هو أخته فتحت وكلمتها ومش عارف إيه وبتاع كده، رُحت ناديت له، قُلت له: "تعالَ هنا، هو أنت مش راجل؟ يعني إيه أنت راجل تبقى موجود جوّه البيت وأختك هي اللي تفتح الباب؟ ويعني إيه تقول لها قومي أنتِ افتحي يا بت؟ أنت راجل، لازم تتعلم إزاي تتعامل مع إخواتك جوّه البيت وتبقى راجل ليهم، تبقى الحماية بتاعهم، تبقى سندهم، تبقى راجلهم." علّمه كمان إنه يحتويهم، تمام، وما يحرجهمش قدّام حد، ولو حد أحرجهم هو يجيب لهم حقهم أو يرُد على اللي أحرجهم ده، أو يرُد غيبتهم لو هم مش موجودين، تمام. علّمه إنه لو هو أصغر منّهم يسمع الكلام، مش ما يتربّاش إن اللي هو أنا ولد. أو الأخطاء الكتير من الأهل بيعملوها اللي هو إيه، الولد يعمل اللي هو عاوزه وإخواته يدلّعوه ويكلّمهم زي ما هو عايز، لأ، ما فيش حاجة في حاجة اسمها احترام. ما هو لمّا ما يتعلّمش يحترم إخواته البنات، مش هيحترمِك أنتِ كمان أمه، لإن هو خلاص اتربّى بقى أنا ذكر، فأنا هاعمل اللي أنا عاوزه، أنا مسموح لي أعمل كل حاجة. لأ، علّموه يا جماعة إنه يحترم ده، يحترم فرق السِن، يحترم إن هُم بطبيعة الأنثى أصلًا كائن ضعيف، هو يبقى اللي بيساعدها، هو اللي بيحميها. علّموا كده، علّموا ولادكم كده، علّموا ولادكم الصبيان إنه يبقى مسؤول عن إخواته البنات، يساعدهم، يشيل عنّهم، يساعدهم حتى لو في شغل البيت. هو هيبقى أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا كان بيساعد زوجاته في شغل البيت؟ مش هيبقى أحسن منّه في حاجة، بالعكس ده أشرف الخلق يعني، ده هو اللي إحنا بنتعلّم منّه. علّمه إن هو يحافظ على أسرارهم وما يفضحهمش، يعني مش معنى إن أنت عرفت سِر مثلًا عن أختك تروح تفضحها أو تهددها بالسِر ده. وعلّمه زي ما قُلنا إنه ما يسمحش لحد يغلط فيهم، علّمه زي ما قُلنا يساعدهم ينزل معاهم مشاورهم، يوصّلها لمدرستها أو لشغلها لو يقدر، يستناها بعد الشغل ويعدّي عليها وياخدها. على فكرة البنات بتبقى مبسوطة جدًا لمّا أخواتها الصبيان بيعملوا كده مع بعض، تمام. أهلًا وسهلًا بحضرتك أو بحضرتِك. تمام. البنات بتبقى مبسوطة أوي لمّا بتحس إن أخوها الراجل بتاعها، سندها، ضهرها. يعني مثلًا لو عدّى عليها بعد المدرسة والّا بعد الشغل، تبقى طايرة من الفرحة على فكرة، تحس إن هي كده إيه، يعني نِفْسها تقول للناس كلّها ده الراجل بتاعي. وأنا يعني حصل ده معايا كتير، تمام. علّموا ولادكم إن هو يبقى الراجل بتاع أخته، سندها، ضهرها، حمايتها، ما تبقاش كارهة تتعامل معاه، ما تبقاش مش حابة تتكلم معاه من إن هو سليط اللسان أو قليل الأدب معاها في الكلام، ما تبقاش مش حابة وجوده في البيت من كتر ما هو دايمًا عمّال يأمرها اعملي لي كذا وسوي لي كذا، اكوي لي، اعملي لي شاي، اعملي لي مش عارف إيه، ويتعامل معاها على إنه بيأمرها، تمام. خلّيها دايمًا حابة وجوده في البيت، في حياتها أصلًا. خلّي أخته حابة وجود أخوها في حياتها، لإن لو ابنك اتعلّم يحترم إخواته،
هيتعلم يحترمك انت وامه. ولو انت علمتي ابنك يا ست الكل ان هو يحترم اخواته هيحترمك انت. تمام. وعلميه ان ده من البر اصلا، ان انت عشان تبرني انا وابوك، عامل اخواتك كويس، عامل اخواتك بما يرضي الله، خليك راجلهم، خليك سندهم ظهرهم، اللي بتسمعهم، اللي بتنصحهم، اللي بتساعدهم، اللي بتشيل عنهم وقت ما يحتاجوك يلاقوك. علموه ده، وعلموه ان ده من البر، وعلموا ولادكم اصلا البر. انا بلاقي ناس كتير جدا في الشارع، وللاسف بشوف في الافلام او في المسلسلات بيصدروا لنا حاجه وحشه قوي الفتره الاخيره دي، ان الاولاد بيتعاملوا مع اهاليهم بنديه.